مرحبا أصدقائي، إن شاء الله الجميع بخير. من أكثر الأسئلة اللي تجيني إذا كنت أنا في ازدحام شلون ممكن إنه أنا أغير طريقة السايد. إذا كنت هسه أنا بالسايد اليمين أريد أغير على اليسار، ووفق أي وشنو الملاحظة، وشلون أعرف السيارة بعيدة عني وش وقت يعني أغير. أول شغلة تنطين إشارة على الجهة اللي أنت رايحة عليها. ثاني شغلة يكون وجه السيارة اللي أنت وراك يبين بجمها كله بالمراية الجانبية، تمام؟ يعني تلاحظينها تباوعينها، عرفتي؟ وبعدها تفوتين تكسرين هالشكل على البريك قليل جدا، شوفي اخذت مكانه. طيب هسه انا مثلا اريد اروح على السايد الاخر نفس الحال، انطي اشاره واباوع انه وجه السياره بجمها طلع عندي واجيلها. بمعنى اول شغله انه انا اكون مستعده امشي بالسايد الصح على شكل مستقيم، ما اكون متعرجه منا ومنا. اباوع للمرايه الجانبيه انه وجه السياره او بجم السياره اللي وراي بالشارع راح يبين موازي للمرايه الجانبيه، يعني بمستوى المرايه الجانبيه. بعدها مو بنزين وبريك على كيفي وامشي. هذا اذا كنت في الطريق الازدحام، يعني مثل هسه هذه شلون هذه تصير موازي للمراية الجانبية إذا كان وأعبر على طول دايركت. هسه هذا لا، ما راح أقدر لأن تقرب زيادة. مثلا هالشكل النوب أنطي إشارة من بعد هذا والنوب أمشي. شوفي إيش راح أسوي، شوفي 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 إيش راح أسوي. وصرت هنا، شفتي؟ وبس سلامتكم. الموضوع يحتاج لتركيز واعرف اتخذ قرار بالوقت الصح. حتى يا بنات وان كان طابقه في ازدحام او السير ماشي، شو تسوين؟ هم تحددين. مثلا اريد احدد اريد امشي ورا هاي، انتظر هذا اوريدي يمشي، بس احدد. شوفي هذا وجه سيارته طالع على طول، انتظر هذا يطلع، اوكي على طول اخذ. شوفي 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 هذا وجه سيارته طالع عندي وعلى طول انا اخذت المهام. تحددين بس بجم السيارة ظاهر عندي زي هالشكل وبس.